لقاء البوك كلاب الخاص بشهر مايو هيكون يوم الثلاث 13 مايو اللي هيكون هنا في المركز، لحد 18 مايو هيكون اونلاين. اللقاء ده مميز جدا مع احد الكتب اللي كتبها الطبيب النفسي المعروف الدكتور محمد طه، كتاب اسمه لا بطعم الفلامينكو. كعاده دكتور محمد في كتبه دايما بيبقى العناوين الحقيقه بتجذبنا جدا، والمحتوى كمان بيبقى قيم قوي قوي، بيحط رجلينا على الطريق ازاي نبقى اشخاص افضل، نسخه افضل من نفسنا. الكتاب بيكلمنا عن التغيير، والتغيير طبعا هو اكبر تحدي بيواجهنا كبشر، مع ان جوه كل انسان فينا في رغبه وفي طاقه على فكره ان هو يبقى شخص افضل، يبقى نسخه افضل زي ما احنا قلنا. بس اعمل ده ازاي واوصل له ازاي؟ الكتاب مميز قوي ان هو بيساعدنا نفهم نفسنا، وبالتالي نقدر نمشي في خريطه طريق محدده كده هو كاتبها لنا وشارحها لنا كويس قوي علشان نحقق الهدف اللي احنا عايزينه، نخرج من مناطق الراحه بتاعتنا بحيث ان احنا نبقى في منطقه يمكن هتكلفنا شويه تعب، لكن في الاخر هنبقى في حته راضيين عن نفسنا فيها اكتر، قراراتنا افضل، علاقاتنا افضل، عارفين نتعامل مع احتياجاتنا النفسيه بشكل اكثر نضجا، وبالتالي الحياه كلها هتبقى طبعا مريحه اكتر ومحققين فيها اللي احنا عايزينه لنفسنا. ففي انتظاركم ان شاء الله نتشارك في افكار الكتاب دهوت، وكلنا نحط رجلنا على الطريق وعلى الخطوات اللي قايل لنا عليها الدكتور محمد طه، ان احنا نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، ان احنا نبقى شخصيات اكثر نضجا واكثر تاثيرا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه.